السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جيت نشارك معكم هذه الطلبيه تاع 200 حبه صابلي بريستيج. كما راكم تشوفوا لهنا في الديكور تاعو في لاكولار جا مليح ما شاء الله، وثاني الحشوه جات هايله. تقدروا ديروا الطلبيه هذه للعيد ولا للمهبه ولا لاي مناسبه، وراح نبارطاجيها معكم خطوه بخطوه، سيرتو المبتدئات اللي يدخلوا المشروع هذا تاع الحلويات. هذه هي الطلبيه تاعي، كنت درتها في لي بواط. وهنا نبداو على بركه الله، بسم الله. عندي شوكولا فيجيكا وداده بيضاء، هذه هي اللي موالفه نخدم بها لي كوموند تاعي ملي بديت حليت القناه النهار الاول. ديما عودتكم على فيجيكا ودادا، واللي بغات تخدم بالوجدان تخدم، مي هذه في البري ناقصه. هنا جبت صحن، لازم نتاكد باللي الصحن تاعي ما فيهش قطره تاع ما. نقصوا الشوكولا هكا شوي شوي قطع صغيره ونديروها في الصحن ونذوبوها على حمام مائي. هذيك الشوكولا البنيه كي تخلطوها مع البيضه راح تمدلكم اللون الباج. هذا هو المول اللي راح نخدم به، كما راكم تشوفوا فيه راهم داير حاله. هنا بعد ما ذوبت الشوكولا على حمام مائي وخلطتها هكذا مليح، تاكدت باللي راهي ذابت كامل باش نبدا نخدم بها بالبانسو. وهذا المول اللي راهو قدامي. تقدروا ديروا اي كولار حبيتوها نتوما، سواء ديروها زرقاء ولا غوز ولا حمراء، ليسونسيال على حسب طلبيه تاع الزبون. واذا كنتوا تخدموا لدياركم نتوما هاو ذيك ديروا بلا كولار اللي حبيتو. هنا نديروا الطبقه الاولى في المول هذا، ومن بعد ما نكملوا المول كامل نديروا له الشوكولا نديروه يبرد مليح. وكما تشوفوا الخدمه تاع الكاطو راهي حاجه سهله، غير ركزوا مليح وثبتوا رواحكم، وديما ديما جربوا كونتيتي قليله خلاص حتى تتعلموا مليح، ومن بعد بداو يخدموا الطلبيات الكبار. هنا بعد ما درت الطبقه الاولى راح نديرو في الفريجيدار، ومن بعد نعاود ندير له طبقه دوزيام. هنا كي شفت الطبقه جاتني رقيقه هزيت بالمغرفكه وبديت نزيد في المول تاعي باش نمشيه بالبانسو، باش ليه نتحصل على طبقه تكون خشينه وتعاونني من بعد كي نديمو ليه. وهذه هي الطريقه يا البنات، راهي سهله مهله، والوصفات هذو راهم سهلين. سورتو البنيون هذا اللي هو صابلي بريستيج ما يديش بزاف الوقت، غير يبغي تنظموا وقتكم وتوجدوا كل شيء قبل. هنا بعد ما جبت الطبقه الثانيه راح نزيدوا الطبقه الثالثه هكا باش تجينا غليظه، من بعد كي تحشيوها ما تتكسرش. هذه هي الخدمه، ولازم الشوكولا تكون بارده باش كي ديروها في المول ما يذوبلكمش الطبقات اللي درتوهم من قبل. وكي تكملوا تخدموا هذه الحبات كامل لازم الحشو يكون واجد هكا باش ليه تخدموا الطلبيه تكون واجده في الوقت. هنا راني نزيد في الطبقه الثالثه، ومام اذا شدوا الطبقات مازال رقاق زيدوا الطبقه الرابعه نورمال. المهم كي تحصلوا على حبه تكون غليظه ماشي شرط بالطبقات. هنا راح نديمو ليها، انا موالفه نحي الحبات كذا كامل حتى نخدم 200 حبه ومن بعد نحشيها. وتقدروا ثاني تخليوها هكا في المول تحشيو وتزيدوا تقفلوا بالشوكولا ومن بعد ديمو ليها تكون حبه واجده، يعني هكا تنقصوا التعب خير وخير. هي الطريقه هذه تاعي مش مليحه الطريقه اللي قلت لكم تحشيو في المول خير. هنا راني ديموليتها بهذه الطريقه، لازم ديروا بالموس. وكي تنحيو بالموس على لي كوتي دبروا الموس على الجهه اللي ماهيش ماضيه هكا كما راكم تشوفوا كيفاه درت انا، باش ما يتقطعش المول تاع السيليكون. مع لي مول هذا تعرفوهم غاليين بزاف والله ما يستاهلوا يفسدوا. هنا نحيو الزوايد هذو كامل ومن بعد نديرو هكا بالموس ونديموليوها تجي ساهله مهله. الكاطو يبغي برك سياسه وطولة البال، اكيد راح تحصلوا على نتيجه ما شاء الله. هاد الزوايد كامل تقدروا تنحيوهم هكا عادي، وشي هو سيسوها باش ما تكسرش الحبه. هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه، وهذه هي لاكولار. شوفوا جات ما شاء الله. وشي هو الاضاءه ناقصه، اعذروني يا البنات، ان شاء الله المره الجايه راح نحسن من الاضاءه وكلش. هنا الحشو راح نديرو كاوكاو محمص وملحي، وعندي قطايف محمصين مليح كما تشوفوا اللون تاعهم راه جا دوري. حمصتهم في الزبده ومن بعد ما بردوا فتتهم بيدي وخلطهم مع هذا الكاوكاو. وثاني عندي غاتو ماكاو رحيته في الروبو، خلط كلش مع بعضها، يعني 3 مكونات فقط، وراح نلمهم شوكولا تارتيني وبتيلا. صدقوني الحشو هذا بنين يهبل، وثاني ما يكلفش، سيرتو كي تكون طلبيه هكا تاع عرس وتقول لكم الزبونه بغيت البري يساعدني، يعني البري يساعدها ومامتيه السلعه تساعدك، يعني روحي ديري لها حاجه اقتصاديه باش تربحوا في زوج. هنا بعد ما لميت الحشو بشوكولا تارتيني وبتيلا، اذا ما كفاتكم الشوكولا تارتيني تقدروا تعاونوا بكريمه الزبده ولا طوفيا ولا اي حاجه. هنا عندي طوفيا تاع البيض الصغار مش كابريس يا البنات، كابريس هذاك تعرفوا باللي يجي شغل مطاطي هكا بزاف يفسد لكم الحبه. خير الطوفيا هذه مام الكود تاعها ما شاء الله. درت في الكيس الحلواني ودرت هكا في الحبات هذوك اللي كنت خدمتهم، ومن بعد نديروا الحشو من الفوق. هنا خدموا على حسب الطلبيه تاع الكليو تاعكم ولا على حسب الذوق تاعكم، اذا كنتوا راح تخدموها ليكم نتوما.
انا خيرت الذوق هذا وعجبها بزاف، قالت لي جا ما شاء الله. ميم في البري ساعدني انا وساعدها حتى هي، كنت حسبته لها الحبه ب10,000. هو نورمالمون صابلي بريستيج كي يكون الحشو تاعو شويه يكلف تحسبوه من 12,000 وطلع. بصح انا كي عاد كونتيتي والزبونه هذه وفيه نقصت لها شوي في البري وخرجني الحمد لله. وكل وحده دير البري اللي يخرج عليها ويساعدها وعلى حساب السلعه نتاعها. هكذا باش ما نخسركمش ونكون انا السبب تاعكم. والشوكولا هذه اللي تقفلوا بها لازم تكون بارده ولا دافيه شويه برك، خاطر اذا جات سخونه راح تذوب لكم الحبه تاع الكاطو وتفسد وما راحش تمدلكم فينيسيو مليحه. ولازم في الخدمه تاعكم تكون لا فينيسيو الكو كل شيء متوفر هكا باش تجيبوا لي كليو بزاف. بعد ما قفلت الحبه هذه كامل راح نحطها على الصابلي اللي كنت خدمته. شوفوا يا البنات الصابلي هذا راني بارطاجيت معكم الوصفه في الفيديو اللي فات، خاطر قناتي دركا فاصيت منها لي فيديو بزاف، قعدوا لي غير زوج. الوصفه تاع الصابلي اللي حطيتها نتاع المعجون هذاك هو الصابلي اللي نعتمده في الطلبيات تاعي كامل، ووصفه ما نبدلهاش مستحيل راح يكون بنين يجي يذوب في الفم هايل. صدقوني جربوه وردوا لي بالخبر. هنا نزيد نقفل معكم الحبه هذه وتشوفوا مليح سورتو البنات المبتدئات. انا نبغي نركز على المبتدئات خاطر حتى انا كي كنت نتعلم من قبل كنت نحب نعرف التفاصيل هذو الاساسيات هذو تاع الكاطو باش ننجح في الوصفات تاعي. هنا بعد ما حطيت الحبه تاع الصابلي نتاع البنيون فوق الصابلي، كملت 6 حبات هذو نجرب معاكم الديكور ومن بعد نكمل الكونتيتي اللي عندي. واللي هنا في التزيين انايا عندي جلوكوز كنت ذوبته مع شويه تاع الماء خلطته مليح مليح حتى نذاب، لحته في الصحنه هذه وحكمت لحت الورقه الذهبيه ونبقى نخلط باش نديكوري الحبات هاوك تاع صابلي بريستيج تاعي. هنا ما درتش سكر ديامو خاطر غالي والقرعه ديالكم غير 33 حبه. بصح الجلوكوز هذا راح يساعدكم مام في البري. وثاني الجوت تاعو هو سكر ديامو عادي خلاص، يعني في زوج حلوين هذا ما كان ما فيهم حتى بنه. هنا راني نمشي هكا بالموس وشي هو قلت لكم اذا شفتوه جمد عاودوا ذوبوه شويه في الكاسرونه وخدموا به خليوه حتى يدفى خلاص وخدموا به باش ما ذوبلكمش الحبه تاع الصابلي تاعكم صابلي بريسيج تاعكم. هنا بعد ما مشيتو كامل هكاك هو طريه البنات ديروا له شويه حجر جيود باش يلصق. وراح نزينو مام بالوردات هذو كما تشوفوا درت اللون الباج ودرت الصفر هكا باش نكاسي شويه اللون. هنا غير جربت معاكم زوج حبات بعد ما ذوبت هذاك الجلوكوز عاودت درت الحبات هذو كامل وديكوريتهم درتهم في الدونتال ودرتهم في لي كيسات وحطيتهم في لي بواط. والبري حسبت الحبه ب10,000 خاطر القاعده درتها صابلي عادي، الحشو ثاني ماهوش هذاك اللي يكلف بزاف، يعني الحبه تاعكم ما راحش تكون غاليه. وكي ديروا فيه حشو بزاف وديروا طبقه مقرمشه مثلا راه قلت لكم البري تاعو يكون من 12,000 وطلع. هنا بعد ما ديكوريت كملت ودرتهم في لي بواط ستيكيتهم. كنت حسبت لبايت وحدهم لباطه كنت شريتها ب15,000 حسبتها ب15,000 للزبونه، يعني لومبالاج نحيوه وحده احسبوه وحده وحسبوا عدد الحبات تاعكم ويخرج لكم البري بالصحه والهنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو تاع نهار اليوم، تكون عجبتكم الوصفه. ما تنساوش جام الفيديو تبارطاجيو القناه مع لي زامي تاعكم هكا باش يستفادوا هما وثاني نستفاد انا. في امان الله، السلام عليكم.